وبعد النبي داود جه سيدنا سليمان. ايه قصة سليمان والهيكل؟ بعد سيدنا داود عليه السلام ورثه في العرش وفي المملكة الضخمة دي سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان على قدر كبير من الحكمة والمعرفة، وقدر ان هو يوحد القبائل وان هو يحطهم تحت قيادته بعد قيادة سيدنا داود. قدر ان هو يحافظ على ملك ابوه سيدنا داود ويحافظ على امبراطورية او مملكة قوية. ولكن هل المملكة دي هي المملكة اللي اليهود دلوقتي بيفتخروا بيها؟ في الحقيقة ان مملكة سليمان او حتى ابوه داود في اوج قوتهم واوج انتشارهم هي مساحة صغيرة جدا لا تزيد عن بحيرة طبرية في الجنوب ونهر الأردن في الشمال، وبالتالي هي مساحة صغيرة جدا أصغر من مساحة دولة فلسطين اللي موجودة دلوقتي. ولكن السمعة عملها سيدنا سليمان دي اللي خلت اسمه اسم مملكة إسرائيل مسمع في منطقة الشرق الأدنى القديم. كان ليه علاقات بكل الملوك المعاصرين ليه. كان ليه علاقة بملك حرام الملك الفينيقي اللي كان بيمد معاه أواصر علاقات تجارية واقتصادية. كان ليه علاقة بملك مصر، وقيل إن هو دخل في مصاهرة ما بينه وبين ملك مصر، وإن ملك مصر أهداله ابنته وكان متزوج من أميرة مصرية. طبعا بعد قرون من تحريم المصريين إن المصرية ممكن تتجوز أجنبي، وده دلنا إن ملك مصر في الوقت ده قد يكون مش من أصول مصرية. بالنسبة لفكرة هيكل سليمان، الهيكل اللي عليه جدليات كبيرة جدا والعالم كله مهتم يعرف عن تفاصيله، المثير ان الهيكل ده رغم ان هو اتبنى في عاصمة المملكة في اورشليم، الا ان سيدنا سليمان استعان بمجموعة كبيرة من العمال من خارج بني اسرائيل، خصوصا ان هم كانوا في الاساس قبائل رعوية لا يجيدوا القراءة والكتابة، ما كانش عندهم اي فنون او حضارة او معمار. حتى استقرارهم السياسي كان في فترة قليلة جدا قصاد تاريخ كبير جدا ليهم في البداوة والرعي ويكونهم قبائل رحل وأشباه رحل. ده اللي خلاهم في درجات متدنية من السلم الحضاري الكبير. ده خلى سيدنا سليمان أو الملك سليمان يلجأ لعمال جابهم من فينيقيا بالتعاون مع الملك حرام اللي بعت له كمية كبيرة من المهندسين والعمال. ومش بس كده، ده بعت له مجموعة كبيرة من الأخشاب والمواد الخام عشان يتم بناء المعبد. المعبد كان ضخم وعلى مستوى كبير جدا، ويقال ان هو استعان بنفر من الجن لإتمام بناء المعبد. ولكن حسب الدراسات او القراءات اللي تناولت فكرة المعبد هنلاقي ان هو معمول على النسق الفينيقي، باعتبار ان المهندسين فينيقيين والعمال فينيقيين، فكأنه قطعة فنية معمارية فينيقية. ده بيدلنا على ان ما كانش فيه هوية للمعمار اليهودي في الوقت ده، وده كان طبيعي لأمة كان في بدايتها في مضمار الحضارة.